انا عارف انك دلوقتي سالت نفسك سؤال، هو ال 21 فريق دول هيلعبوا امتى وهيخلصوا ماتشاتهم امتى؟ انا هقول لك بمنتهى البساطه ومنتهى السلاسه نظام دوري نايل السنه دي هيكون عامل ازاي. ركز معايا بقى. دوري السنه دي هينقسم لدورين، الدور الاول هيتلعب ماتشات ذهاب بس من غير اياب، الدور الثاني هينقسم لمجموعتين، المجموعه الاولى هيكون الفرق من المركز الاول للمركز السابع، ودول هيتنافسوا على لقب الدوري وهيتنافسوا على مين هيلعب دوري ابطال افريقيا ومين هيلعب في الكونفدراليه. المجموعه الثانيه هتكون من المركز الثامن للمركز ال21، ودول هيتنافسوا على مين هيكمل في الدوري ومين هيهبط. وبالمناسبه الموسم ده اللي هيهبط 4 فرق مش 3 كالعاده، وده المفروض يعني. هتقولي ما اكيد ده المفروض يعني، اكيد فرقه هتهبط يعني. اقول لك لا عادي، اي حاجه ممكن تحصل ومفيش حاجه مضمونه، بس اللي انا واثق منه وضامنه مليون في الميه ان الدوري السنه دي هيكون مشتعل وكل الماتشات فيه هتكون متعه ما بعدها متعه. ودينا شفنا الموسم اللي فات ما كناش عارفين مين البطل لحد اخر جوله، فانا باكد لكم ان الدوري ال 46 موسم 2025 2026 هيبقى ممتع لابعد الحدود.